لو بتحبوا المشروبات اللي برغوة ومشروبات الشوكولاتة تابعوا معايا الفيديو ده. هنعمل 2 من المشروبات السخنة اللي احنا بنحبها جدا وبنشربها صيف وشتاء. هنعمل نسكافيه برغوة، رغوة كثيفة، وكمان هنعمل الهوت شوكليت. المشروبين دول اسعارهم غالية في الكافيهات، هنعملهم هنشوفوا ازاي ان طريقتهم بسيطة وتكلفتهم مفيش ابسط منها. انا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. هنحتاج عشان نجهز المشروبين دول لبن، احطه كده على النار واسخنه. اول حاجة هنجهزها هي الهوت شوكليت. احط بقى مقدار السكر اللي نحبه ونص معلقة كاكاو خام. معايا بقى هنا اللبن سخن، اضيف بقى اللبن في الكوباية. ممكن كمان اضيف مية، يعني احط نص المقدار لبن ونص مية. اقلب بقى عشان ادوب اللبن مع كاكاو والسكر. واخر حاجة بقى احط على الوش كده نص معلقة كاكاو خام. المشروب ده طعمه لذيذ جدا، انا اولادي من عشاق المشروب ده، ويعني بالنسبة لهم يعتبر ادمان. كده الهوت شوكليت بقى جاهز معانا. تعالوا بقى نجهز النسكافيه اللي برغوة. اجي بقى كده في الكبة احط معلقتين كبار نسكافيه ومعلقتين سكر و4 مكعبات تلج واضربهم. لو مفيش تلج اقدر استخدم مية عادية جدا من الحنفية، بس التلج هيدينا رغوة اكبر وكثيفة اكتر. انزل اللي على الجناب واكمل ضرب. اقدر اعمل اي معيار احنا نحبه، اهم حاجة يبقى السكر والنسكافيه والتلج نفس المعيار. اضرب بقى لحد ما يعملوا رغوة. شايفين بقى بعد ما ضربته عمل فوم ازاي ورغوة. شايفين بقى الفوم بتاعي قد ايه. المقدار اللي احنا عملناه ده هيعمل لي الطبق ده بيعمل حوالي 4 كوبايات. ممكن ازود كمان عدد الكوبايات او اقلل على حسب كمية الرغوة اللي احنا نحبها في كل كوباية. ممكن ناكلها بقى كده. شايفين بقى الرغوة كثيفة ازاي وتقيلة. ممكن كمان احطها كده في الكوباية. شايفين الرغوة تقيلة ازاي، واضيف عليها بقى اللبن سخن او بارد زي ما تحبوا. واقدر كمان ان انا اضيف بقى السكر في الكوباية لو عايزاه يكون متحلي اكتر. شايفين بقى وانا بقلب الرغوة زي ما هي، ما راحتش او اختفت. مشروب اللاتيه ده سعره في الكافيهات بيبقى غالي، اعملوه في البيت بطريقة بسيطة وبتكلفة بسيطة. ممكن كمان تضيفوا الرغوة دي لأي مشروب بتحبوه، هوت شوكليت أو كابتشينو أو لاتيه. ممكن كمان تاكلوها زي ما هي كده.
اقدر بقى احتفظ بالرغوة دي في التلاجة، هتقعد معايا لمدة يومين. لو انا عايزة ارجع الرغوة تاني لسائل نسكافيه، اضيف عليها شوية مية وادوبها، هترجع تاني لسائل نسكافيه. اقدر بعد كده اضيف عليها اللبن واشربها، يبقى نسكافيه عادي من غير رغوة. ما تنسوش تذكروا الله وانتوا بتعملوا النسكافيه او الهوت شوكليت، ربنا يحسن ما بين ايديكم. بألف هنا وشفا.